في أول الفيديو قبل ما هنعمل أي حاجة ونتعلم إن إحنا هندخل طريقة الشفرة بتاعت القناة الجاذبية الشفرة البيس، لازم يبقى في حاجة مهمة جدا بتكون موجودة عندك عشان القناة دي تقدر تشتغل، وهي إن الريسيفر لازم يبقى اتش دي. لو الريسيفر بتاعك الاس دي مش هيشتغل عليه خالص، لازم الريسيفر اتش دي لأن القناة بتحتاج ريسيفر اتش دي. أول حاجة هنتعلمها إن إحنا إزاي هننزل تردد القناة أو ننزلها على الريسيفر. القناة طبعا هي موجودة عندي على الرسيفر، بس هعلمكم ازاي تنزلوها. اولا التردد بتاع القناة 11680 اتش اللي هو افقي على 27500. هنيجي على جهاز مثلا زي اجهزة الكيو ماكس اللي انا شغال عليه، اللي هو بيبقى معالجات الجي اكس كلها بتبقى بنظام واحد وترتيب واحد. هنيجي نخش على التركيب وندوس اوكي، وبعد كده هنجيب حاجة اسمها الاعدادات الهوائية، وبعد كده هنتك سهم يمين وندوس هنا على التردد ده ونعمل إضافة اللي هي موجودة تحت بالأخضر دي، وندوس على الزرار الأخضر اللي موجود في الريموت. هندوس هنا كده وهنكتب ال11680 وهنعمله أفقي على 27500، وبعد كده هنعمل بحث. بعد ما هننزل التردد والتردد القناة ينزل عندنا، هنرجع على القناة هنلاقيها نزلت بالشكل اللي هو موجود ده، اللي هي كده، اللي هي دي. اول ما تظهر عندنا القناة بالشكل دوت كده، القناة محتاجة ان هي تتفتح الشفرة بتاعتها، لان احنا لما هندوس عليها هتبدأ جايبة شاشة صماء بالشكل دوت. طبعا احنا عندنا اكتر من طريقة ان احنا ممكن نشغل بيها الشفرة، او اكتر من طريقة ان احنا ندخل بيها الشفرة على جهاز زي كيو ماكس اللي انا شغال عليه، او المعالجات الجي اكس عموما. طبعا احنا لما هندوس دلوقتي على القناة هتشتغل عادي، لان الرصفات ديت متوصلة بالانترنت وبتجيب الاكواد بتاعت البيس اوتوماتيك، بتشتغل لوحدها، ما بتحتاجش ان انا ادخلها عشان متصلة بالانترنت. لو دوسنا كده القناة هتشتغل زي ما هي شغالة هيت، والماتش شغال معانا اللي هو ماتش الافتتاح بتاع كوت ديفوار وغينيا بيساو. طيب دلوقتي انا لو حبيت انزل الشفرة، والشفرة دلوقتي الجهاز عندي مش بيدعم الانترنت ومحتاج ادخل الشفرة، في حاجة من الاتنين. اول حاجة ان انا ممكن اخش على الاعدادات كده وابدأ اجيب حاجة اسمها التركيب. هلاقي تحت حاجة اسمها هنا قائمة الكودات. هدوس على قائمة الكودات، هاجي تحت هنا هعمل حاجة اسمها اضافة اللي هي موجودة تحت ديت، وادوس على الزرار الاخضر اللي موجود عندي، وادوس كده على الزرار الاخضر. هيخليني ادخل عادي الشفرة اللي انا عايزها، اللي هي ال 11 4 اصفار 11 8 اصفار، والقناة هتفتح معايا عادي. طيب نعمل ايه الطريقة التانية اللي لو ما فتحتش معانا او ما لقيناش قائمة الكودات ديت موجودة في الاعدادات؟ بس بنسبة كبيرة حاول لما تيجي تدور خش على قائمة الاعدادات ودور على حاجة اسمها قائمة الكودات او قائمة البيتش اللي هي البيس، هتلاقيها موجودة في الاعدادات. حاول تدور عليها لحد ما توصل لها. طب لو ما لقيتهاش، في طريقة تانية، في زرار اللي هو في الريموت في زرار هنا اسمه البي جي بلس وبي جي سالب. لما اجي ادوس على البي جي سالب كده هيجيب لي الشفره اللي هي ديت 11 4 اصفار 11 8 اصفار. بدخل الشفره بتبدا تفتح القناه معايا عادي خالص. ده بالنسبه لمعالج جي اكس او جهاز الكيو ماكس. دي يعتبر طريقتين ممكن نقدر نشغل عليهم القناه، ونبدأ نجيب الطريقتين دول نبدأ نشتغل عليهم، وإن احنا ندخل الشفرة بتاعة القناة الجزائرية. نيجي بقى لو جيتوا ممكن نتفرج على معالج الصن بلس وهو بيكو ازاي ممكن ندخل عليه الشفرة. يلا بينا. اما بالنسبة بقى لو جينا اتكلمنا عن مثلا ريسيفر سكاي لاين اللي هي بصفات الصن بلس، ازاي ان احنا مثلا ممكن ننزل طريقة ادخال الشفرة باكتر من طريقة. طبعا لو جينا برضو هنعلمكم ازاي تنزل تردد القناة. ان احنا بنخش هنا على الاعدادات، بنجيب حاجة اسمها دوس هنا كده بيظهر لنا قائمة بتدخل عليها نكتب فيها 4 اصفار، هيفتح لنا معانا القائمة ديت. بنجيب حاجة اسمها قائمة الترددات وندوس عليها اوكي، بيطلع لنا هنا كل الترددات اللي احنا عايزينها. في تحت حاجة اسمها إضافة اللي هي مكتوب اللي هي عليها علامة الأحمر. بنيجي على الزرار الأحمر في الريموت وندوس كده عليه، بيطلع لنا هنا بندخل التردد، بنكتب 11 680، وبعد كده ننزل تحت نكتب 27
27,500 كده. وبعد كده ننزل تحت نعمل افقي وندوس اوكي. طبعا عشان القناة موجودة عندي فاحنا هنعلم عليها كده بالاخضر، وننزل تحت على حاجة اسمها بحث اللي هي بالازرق دي، وندوس بحث. هيبحث معانا وهينزل لنا القناة. القناة هتنزل عندنا زي كده، هتبقى اسمها الجزائرية. القناة دلوقتي انا لو دوست عليها هي بتبقى فاتحة، بس في طبعا لو حبينا ندخل بقى الشفرة في كذا طريقة. هنا في عندك هنا في القايمة من تحت من هنا في حاجة اسمها الإقمار، وفي حاجة اسمها وجد أو البحث، وفي حاجة اسمها بيس اللي هي موجودة تحت ديت وعليها مربع. وساعات ما بيبقاش في مربع، ممكن تلاقي صفر. في رمود في مربع كده اللي هو جنب الإيقاف والتسجيل والحاجات ديت. لو دوسنا على المربع دوت كده هيجي لنا هنا الشفرة. هندخل الشفرة، بص بنتحكم فيها عادي خالص، اللي هو 11 4 اصفار، 11 8 اصفار. وهندوس تأكيد اللي هي على الأزرق كده، هتلاقي القناة اشتغلت معانا خالص. طيب لو ما لقيناش كلمة بيس اللي موجودة في القايمة تحت ديت اللي هي جنب وجد بالأصفر والمفضلة بالأخضر، لو ما لقيناش الكلمة ديت أو في سوفتات مش بتتعمل، طب هنعمل إيه؟ هنرجع كده عادي وهندوس على المنيو بتاع الريموت، وبعد كده هنقلب هنا ونقلب كده، نقلب كمان واحدة لحد ما نجيب القايمة ديت. في حاجة اسمها الوسائط المتعددة ومالتي ميديا واليوتيوب. المهم هننزل لحد حاجة اسمها الباتش أو الكودات. باجي هنا على حاجة اسمها البيتش أو الكودات، بدوس عليها هنا كده بيجيب لي الكودات اللي أنا عايز أدخلها. في حاجة اسمها إضافة اللي هي مكتوب عليها العلامة الحمراء ديت، بدوس على كلمة إضافة من الريموت بيقول لي دخل الشفرة. أول زرار ده بدخل فيه اللي هو التردد اللي هو 16 680. وبعد كده باجي هنا الاصفار دي بسيبها زي ما هي، واجي هنا ادخل الشفره اللي هي 11 4 اصفار، 11 8 اصفار، ومعدل ترميز بعمله 27,500، وانزل تحت اعمل افق وادوس اوكي واطلع، بلاقي القناه اشتغلت معايا عادي خالص. ده بالنسبه لمعالج سان بلس اللي هو زي الرصيف اللي شغال عليه اللي اسمه سكاي لاين. تعال بقى اعرفكم برضو على طريقه تانية على جهاز برضو سان بلس اسمه وان شوت. يلا بينا. اما بقى لو اتكلمنا عن الرصيفر الوان شوت، فده هنيجي نتكلم وهندخل ازاي طريقة الشفرة على القناة. اول حاجة هنفتح القايمة كده هنلاقي في حاجة اسمها بتبان في القايمة، طبعا القناة مشفرة اهي، بس في حاجة اسمها بيس تحت جنب الاقمار المفضلة. هندوس على صفر هيظهر لنا القايمة دي، هنكتب 11 4 اصفار، 11 8 اصفار. طبعا كلمة بيس تحت عليها رقم صفر، هندوس عليها هتجيب لنا القايمة ديت. هندوس على القناة هتفتح معانا عادي جدا، القناة الجزائرية الأرضية اللي هتذيع الماتش. وده معالج سان بلس. أما هنا بقى هسيبكوا في أكتر من طريقة بتشرح إزاي إنها تنزل الشفرة على أكتر من رصيفر، في مجموعة من رصيفات كتير هتقدر تشوفوها وتقدروا تعرفوا الطريقة اللي ممكن تنزلها حسب الرصيفر بتاعك.